السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل او مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. النهاردة يا جماعة برضو هتكلم على حاجة مهمة كده، لسه حد لافت نظري ليها وكنا لسه بنتكلم فيها في الموضوع ده بالذات يعني، وحاجة انا شفتها بعيني وبرضو حبيت انبه الناس ليها بدون مقدمات كتير. دلوقتي انت مثلا قدمت على الفيزا الامريكية وربنا شاء وخدت الفيزا، في حاجة بقى مهمة عايز انبه عليها كويس قوي. مش معنى حصولك على الفيزا الامريكية من السفارة وانت خدت الفيزا واتطبعت خلاص على الباسبور ده معناه ان انت هتدخل امريكا. انت بمعنى اصح انت كده يعتبر قطعت 50% من دخولك امريكا. الفيزا يا جماعة كل ما عليها ان هي بتدخلك مطار الدولة، مش بتدخلك الاراضي بتاعة الدولة. فانت معنى ان انت خدت الفيزا الامريكية فده معناه ان انت يعني مسموح لك بس ان انت تخش المطار. الحاجة بقى اللي هتكلم فيها النهاردة ودي جزء 50 او 60% من دخولك الاراضي الامريكية، وهي موظف الاميجريشن او موظف المطار اللي هو ده بقى اللي في ايده صلاحيات من وجهة نظري انا ممكن تتعدى صلاحيات القنصل نفسها. بمعنى الضابط اللي في المطار ده ليه الاحقية ان هو ما يدخلكش البلد اصلا، ليه الاحقية ان هو يكنسل لك الفيزا بتاعتك، ليه الاحقية ان هو يمنعك من دخول امريكا لمدة 5 سنين 10 سنين زي ما هو عايز. فاللي انا هتكلم فيه النهاردة ازاي انا خلاص انا راجل خدت الفيزا الامريكية موجودة عندي على الباسبور، ايه الحاجات اللي انا لازم اعملها عشان اعدي المطار واقدر ان انا ادخل الاراضي الامريكية بكل خير وبكل سلام من غير ما تحصل لي مشاكل مع موظف المطار ومن غير ما اتاخد على غرفة التحقيقات. ولو انت اتخذت على غرفة التحقيقات فتأكد ان الاسئلة اللي هتتوجه لك هتبقى اكثر دقة، هيقعد بقى يركز في حاجات كتير جدا احنا في غنى عنها. فاول حاجة انا حابب انبه عليها ان مش معنى حصولك على الفيزا الامريكية ده معناه ان حضرتك اتصرح لك بدخول الاراضي الامريكية. الفيزا الامريكية بس بتسمح لك بدخول المطار مش اكتر من كده. طيب ايه بقى يا احمد اللي احنا نعمله؟ احنا ناس خدنا الفيزا وخلاص عايزين نخش امريكا. باختصار شديد يعني مبدئيا كده رقم 1 لازم تكون حاجز تيكت طيران ذهاب وعودة ومدفوع الثمن. بمعنى ان انا دلوقتي دخلت على ضابط الهجرة اللي هو في المطار اللي هو هيسمح لي بالدخول. دلوقتي احنا داخلين بفيزة سياحة، ايه اللي يثبت للراجل ده ان انا هخش فعلا انا راجل داخل اتفسح، مش هكسر فيزا، مش هعمل اي حاجة من الحاجات دي وانا جاي فترة فسحة وهرجع تاني بلدي. رقم 1 لازم كده تكون عامل حسابك عليها وما تسمعش لاي حد يقول لك وفر ومش وفر. لا خلاص يعني انت خدت الطريق ان انا خلاص هخش امريكا، فمعلش انت هتدفع فلوس شويه بس انت هتبقى في السيف سايد، يعني انت في الامان، محدش ليه عندك حاجه. تمام. رقم 1 لازم يكون معاك حجز طيران ذهاب وعوده. طبعا كده كده الذهاب خلاص انت دخلت، العوده ويكون مؤكد ويكون مدفوع، عشان هو لو خد التيكت ده تشيك عليه يلاقيك فعلا انت راجل معاك حجز ومدفوع الثمن. خلاص معلش يا جماعه انت هتدفع فلوس كتير بس هو معلش يعني هو انت لازم تستحمل عشان تخش بسلام ويبقى انت حققت حلمك ودخلت امريكا. يبقى هقولها للمره الثالثه، تيكت الطيران يا جماعه لازم يكون العوده حجز مؤكد ومدفوع، ده رقم 1. رقم 2 لازم يكون معاك حجز فندق او هوستل ايا يكن، فهو لازم ده برضو يكون محجوز، ولازم يكون محجوز ويفضل يكون مدفوع الثمن، عشان برضو هو لو اخد قال لك انت هتقعد فين، والله يا فندم انا هقعد في الفندق الفلاني او في الهوستل الفلاني
وادي الحجز بتاعي اهو. اخده هو بقى تشيك عليه، لقاك فعلا الراجل ده حاجز، الراجل ده دافع، مع كمان ان هو اتاكد من تذكره الطيران. فانت كده بتدخل لظابط الجوازات اللي هو ظابط الهجره اللي هو هيسمح لك بالدخول او لا بالطمانينه. يبقى رقم 1 حجز تيكت طيران عوده مدفوع الثمن. رقم 2 حجز فندق او هوستل، وهو ساعات بيقول لك فندق، قول له لا يعني انا اخترت هوستل، انا جاي هنا اتفسح وعايز اعمل اصدقاء وعايز اتعرف على ناس. ففكره الهوستل بالنسبه لي ان انا عايز اتعرف على اصدقاء جديده، هيكون في ناس معايا، هقدر اعمل صداقات، هقدر ففعلا كده انت بتكمل فكره ان انت راجل جاي تتفسح. فدي هو مش هيقف عليها قوي، المهم يكون في حجز حاجه معينه. طيب ركزوا بقى معايا في اللي جاي ده كويس جدا جدا جدا. انت دلوقتي مثلا هيجي يقول لك انت عايز تقعد قد ايه في امريكا؟ ما تجيش تقول له بقى شهرين و3، ما حدش بيتفسح شهرين و3. 10 ايام، اسبوعين، اخرك اسبوعين، ما تطلبش اكتر من كده. خش الاول، بعد كده ربنا يسهلها من عنده. بس انت كلامك معاه انت هتقعد قد ايه؟ انا هقعد مثلا 10 ايام، تيكت الطيران بتاعي اهو، حجز الفندق اهو، ولازم طبعا يكون في تناسق ما بين كل ده. انا ما ينفعش مثلا اكون قايل للقنصل ان انا هقعد اسبوع وتيكت العوده بتاعي كمان اسبوعين، فكده في تضاد، فكده انت ورقك مزور او انت فيك حاجه غلط. فانت لازم الكلام كله يكون متناسق مع بعضه. انا هقعد في امريكا، هغادر مثلا يوم 1 في الشهر، يبقى تيكت العوده بتاعتي يوم 1 في الشهر. التيكت اللي انا هعمل فيه خروج من الفندق او من الهوستل يوم 1 في الشهر. فلازم كل ده يكون متناسق، ما يبقاش فيه غلطه، لان الغلطه الواحده كفيله ان هو يقول لك لا شكرا مع السلامه، يلغي لك الفيزا، يرجعك بلدك تاني، وانسى بقى ادخل امريكا ساعتها تاني خلاص يعني. فلازم الحته دي كلها كده تكون راكبه على بعض. تمام؟ تعالوا بقى نتكلم في الحته التانيه. انت لازم تكون انت عارف انت مثلا رايح نيويورك، رايح كاليفورنيا، رايح الحته دي كلها. سهل جدا هو يسالك انت ناوي تزور ايه هنا، فمش هتفتح بقك بقى. يعني على الاقل تبقى عارف مثلا 5 6 اماكن سياحيه فعلا بيتردد عليها السياح. انا اليوم الفلاني ناوي اعمل كذا، اليوم التاني هزور كذا، اليوم التالت هزور كذا. يبقى هو فاهم ان الشخص ده جاي هنا عنده خطه للسياحه، خطه للسياحه. الراجل ده هيزور كذا هيزور كذا هيزور كذا، كلامه متناسق مع تيكت الطيران، مع الفندق، مع فالراجل ده فعلا عامل خطه ان هو جاي يتفسح هنا. فلازم على الاقل تكون انت عارف 5 6 اماكن معلش، عارف 5 6 اماكن انا هزورهم في المكان او في الولايه اللي انا رايح ازورها دي. رابع حاجه، ودي برضو مهمه جدا، لان هو هنا ضابط المطار ليه الاحقيه الكامله ان هو يطلع على تليفونك، يطلع على المحادثات، يطلع على الصور، الكلام ده كله. اي حاجه ليها علاقه بامريكا خارج نطاق السياحه امسحها تماما تماما. يعني مثلا انت مكلم واحد صاحبك بيقول لك ايه، ما تشوف لي شغل هنا، لا قدر الله قال لك انا عايز اشوف تليفونك، مسك التليفون لقاك ان انت بتتكلم مع حد وبتطلب منه شغل او بتطلب منه ان هو يدور لك على شغل، فدي برضو كفيله ان هو يتاكد ان انت جاي بغرض غير غرض السياحه، فيرجعك تاني ويكنسل لك الفيزا بتاعتك. فرقم 4، لازم التليفون بتاعك يتفلتر تماما بأي حاجة ليها علاقة بالشغل، او ان انا شخص هاجي هقعد مش هرجع بلدي تاني. لان دي انا شفتها كتير، وناس كتير رجعت بسببها، خسر تيكت طيران وخسر فلوس، وفي الاخر ما عملش اي حاجة ورجع مترحل. فركز كويس قوي ان اي شات ما بينك وما بين اصدقائك، او اي شات ما بينك وما بين مكان انت ناوي تشتغل فيه، اي حاجه ليها علاقه يا جماعه باي شيء غير الشغل غير السياحه، انا اسف، امسحها، فلتر تليفونك تماما. ركز في الجيميل، ركز في الصور الشخصيه بتاعتك،
يكون انت مثلا عامل سكرين لمكان شغل، عامل سكرين لعنوان شغل، الحاجات دي كلها تتمسح. خلي كل حاجة عندك ليها علاقة بس بالسياحة. قولا واحدا، خلي تليفونك ركز فيه كويس قوي، عشان هما عادي وليه الحقية ان هو يمسك تليفونك ويبص في الشات بتاع الواتساب، ويبص في الماسنجر، ويبص في الصور، ويفتح الميل بتاعك، ويفتح كل ده. هو ليه الحق فيه. تمام. خش في النقطة اللي بعديها، الكاش ماني. انت مثلا شخص جاي امريكا هتقعد مثلا 10 ايام، تمام؟ فما ينفعش يبص كده في معاك كاش ماني كام، وبرده اللي هو ليه الاحقية الكاملة ان هو يطلع انت معاك كام، وليه الاحقية ان هو يشوفهم بعينه. فانت ما ينفعش هتيجي هنا مثلا هتقعد 10 ايام، هتقعد اسبوعين ومعاك $200، معاك $300. فده مش منطقي. خارج حجز الفندق والطيران والحاجات دي كلها لازم على الاقل يكون معاك $1500 $2000. فانا عارف والله ان هي مكلفه، وفرق يعني فرق العمله مؤذي، بس معلش انت برضه هقولها تاني، انت قررت حاجه انت بيبعدك عن حلمك خطوه، فكمل مجهودك للاخر. فلازم يكون معاك كاش ماني $1500 $2000، تمام؟ وبرضه ما يبقاش معاك مبلغ كبير، لان دي برضه بتثير الشكوك. انت مثلا واحد جاي هنا تقعد اسبوع ولا 10 ايام معاك $10,000 $20,000، مش منطقي. يبقى انت برضه جاي سايب النية ان انت تعمل حاجة بالفلوس دي، يبقى برضه انت مش جاي بغرض السياحة. فدي برضه ممكن تسبب مشاكل. ما يجيش حد يقول لي لا ده انا هخش امريكا ومعايا $10,000 معايا $7,000، ما هي دي برضه غلط. يعني خير الامور الوسط. خلي معاك $2000 $3000، اخرك $3000، تمام؟ ما يزيدش عن كده وما يقلش عن كده. يعني ركزوا يا جماعه في الكلام ده، عشان انا والله يعني انا اليوم اللي انا دخلت فيه انا شخصيا امريكا، في 6 اشخاص قدامي دخلوا على غرفه التحقيقات. فاللي انا بقوله لك ده على اساس ان انت تقف قدام ضابط الجوازات يقتنع بكلامك، ويديك يا باشا تصريح دخول، يقول لك اتفضل، من غير بقى ما تخش غرفه تحقيقات، من غير ما ياخدك يروح بيك بقى ويخش بقى في اسئله اكتر ويتعمق اكتر، وقصه كده انت في غنى عنها. هتتعب شويه، بس انت هتشتري دماغك وهتخش امريكا مرتاح. وهو لو ارتاح كمان معاك في الكلام ممكن يديك بقى 6 شهور، يديك 5 شهور، بس هي عامه بتبقى 6 شهور يعني. الا بقى لو هو شاكك فيك قوي مثلا، فممكن يديك شهر ونص. فشهر ونص يعني انت كده اتسوحت، انت كده ما عملتش حاجه. فاللي انا بقول لكم عليه ده ركزوا فيه كويس قوي قوي قوي. الحاجه الاخيره اللي انا عايز اتكلم فيها برضو وانبه عليها، انت مثلا لو معاك اوراق، انت مثلا لقيت شغل هنا او حد من اصحابك لقالك شغل هنا، بس هم مثلا محتاجين السي في بتاعك، فواحد قام قايل لك خد السي في بتاعك وانت جاي وبتاع عدي بيه. اكبر غلطه، لان هو برضه ليه الحق ان هو يشوف انت معاك اوراق ايه، ويفتح الشنط بتاعتك ويشوف. فهو دلوقتي مثلا فتح الشنطه بتاعتك، لقى مثلا السي في بتاعك في شغل معين، لقى شهاده البكالوريوس بتاعتك، لقاك اخد سي في ان انا كنت شغال في مصر في مكان كذا وكذا وكذا، ده برضه بيثير شكوك. يبقى انت برضه جاي هنا بغرض غير السياحه، انت راجل جاي تتفسح، جايب اوراق تخص العمل ليه؟ انت جايب الورق ده هتديه لمين هنا؟ فبلاش ثم بلاش الحاجات دي تبقى معاكم. اي ورق انت طالما دخلت امريكا عديت من الاميجريشن، اي حد ليك في مصر، بص يا باشا هتروح البيت عندي هتلاقي اوراق كذا كذا كذا، ابعتها لي. يومين 3 ايام بالكتير الورق هيبقى عندك وهيجي لك لغايه البيت. فبلاش احنا نوفر ونستغبى ونلاقي نفسنا ان هو احنا رجعنا تاني بسبب غلطة عشان انا اوفر 3-4 آلاف جنيه. فمش مستاهلة. فالاوراق، اي ورق يخص السي في بتاعك، يخص حياتك العملية، بلاش تيجي بيه امريكا. ويفضل كمان ما يكونش فيه نسخ منه على التليفون. هتقول لي يا احمد انا ببالغ، هقول لك معلش اسمع كلام اخوك عشان تعدي بخير. بعد كده يا سيدي سيب اي حاجه عندك على التليفون، خليها مع والدك، مع والدتك، مع حد من صحابك، عدي المطار وبعد كده خليه يبعتها لك تاني.
مش هتاخد منك دقيقه. فاخر حاجه عايز اقولها، ركزوا قوي في الورق. اي حاجه تخص حياتك العمليه، السي في بتاعك، محادثات، ان انا جاي اشتغل كذا، اي حاجه تثير شكوك الشخص ده ان انت مش هترجع تاني، او ان انت ليك غرض اخر غير غرض السياحه، بلاش منه لغايه بس ما تعدي المطار وتعدي ضابط الجوازات، او اللي هو بيقولوا عليه ضابط الاميجريشن. عشان هنا ده مطار وال51 ولايه المطارات بتاعتهم، محدش يجي يقول لك لا خش من المطار ده حلو والمطار ده وحش، كلها نفس المنظومه، كلهم نفسين ماشيين بقوانين واحده. فانت ريح انت دماغك، وانت بلاش اللي هو تعمل حاجه تثير الشكوك فيك. طب وليه؟ شويه نقط صغيره ممكن تكلفني مبلغ كتير شويه، بس لغايه لما ادخل وبعد كده يحلها الف حلال. فرجاء يا جماعه النقط اللي انا بقولها لكم دي ركزوا فيها كويس قوي. مش معنى ان انت خدت الفيزا الامريكيه وان هي طبعت على باسبورك ده مش معناه تصريح بدخولك الاراضي الامريكيه. الفيزا كل ما عليها ان هي بتدخلك مطار الدوله، انما دخولك الاراضي الامريكيه ده في ايد موظف الاميجريشن او ضابط الاميجريشن، هو ده اللي بيحدد انا هسمح لك تخش امريكا ولا انا مش هسمح لك تخش امريكا. وهم معاهم كافه الصلاحيات ان هو يلغي الفيزا، ان هو يكنسل الفيزا، ان هو يمنعك من دخول امريكا 5 سنين 10 سنين، ان هو يمنعك دخول امريكا مدى الحياه. الحكومه الامريكيه مديه الناس دي السلطه ان هي تعمل كده. فنركز شويه في الحاجات الصغيره دي، وباذن الله باذن الله كلكم تاخدوا الفيزا وكله يدخل امريكا وكله يحقق حلم. اتمنى ما كنتش طولت عليكم. سلام عليكم.